السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ايه هي دارت وايه هي فلاتر. بس قبل ما نتكلم فيهم كده عايز اخدك كده اعرفك حاجة مهمة قوي. بص يا سيدي، انا عايزك تعرف ان التطبيقات عندي انواع. نوع اسمه ويب ابلكيشن، ونوع اسمه ديسكتوب ابلكيشن، ونوع اسمه موبايل ابلكيشن. الديسكتوب ابلكيشن ده التطبيق اللي بيكون عندك على الجهاز اللابتوب بتاعك او البي سي بتاعك. تمام. الويب ابلكيشن ده تطبيق بس بتقدر توصل له من براوزر، زي مثلا لما بتوصل كده او بتفتح واتساب من على كروم. عندك النوع الثالث اللي هو الموبايل ابلكيشن، وده اللي احنا هنتكلم عليه ونركز عليه ونتكلم فيه بالتفصيل. طيب، الموبايل ابلكيشن ده اللي هو النوع اللي اسمه موبايل ابلكيشن بداخله انواع. هما نوعين: نيتف وكروس بلاتفورم. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى احنا عندنا التطبيق بتاع الموبايل هو الاب موبايل او الموبايل اب، ده ليه نوعين: نوع اسمه نيتف ونوع اسمه كروس بلاتفورم. طيب، طبعا كلنا عارفين ان انا عندي اتنين او نظامين تشغيل خاصين بالموبايل، اللي هم ايه؟ الاندرويد والاي او اس. تمام. طيب، لما اجي اقول ان التطبيق ده نيتف، ده معناه ايه؟ معناه بكل بساطه ان في مبرمج جه استخدم لغه معينه وعمل تطبيق يشتغل على اندرويد، وجي مبرمج تاني استخدم لغه تانيه وعمل نفس التطبيق بس علشان يشتغل على اي او اس. يبقى اما اقول ان التطبيق ده نيتف، يبقى في شخص عمل استخدم لغه معينه في استخدم لغه معينه، تمام، وعمل نسخه للاندرويد. وجي مبرمج تاني استخدم لغه معينه وعمل نسخه تانيه من التطبيق ده علشان يشتغل على الاي او اس. يبقى ده معنى كلمه، او ده معنى النوع، ان الموبايل ده او الموبايل اب ده نيتف. طيب، طب لما اقول ان التطبيق ده او الاب ده نوعه كروس بلاتفورم، ده معناه ان في مبرمج واحد استخدم حاجه واحده او لغه واحده وعمل عمل تطبيق نسخه واحده، بس النسخه دي تشتغل على الاندرويد والاي او اس. يبقى انا في النيتف بعمل نسختين، نسخه للاي او اس ونسخه للاندرويد. اما الكروس بعمل نسخه واحده والنسخه دي بتشتغل على الاندرويد والاي او اس. وده اللي احنا اصلا هنبني الابليكيشن بتاعنا عليه، واحنا هنستخدم طبعا لغه البرمجه دارت والفريم ورك فلاتر، ودول من خلالهم بنقدر نبني تطبيق من النوع كروس بلاتفورم. طيب، تعال نخش في الموضوع بتاع الفيديو ونعرف ايه هي دارت. دارت دي لغه برمجه زيها زي السي بلس بلس، زي السي شارب، زي الجافا، السي، وهكذا. انشأتها او اصدرتها شركه جوجل. هي انشأتها مخصصه ان هي تبني تطبيقات. طب فلاتر دي الفريم ورك. طب يعني ايه؟ او بستخدمها في ايه؟ دي اللي من خلالها انت كمبرمج بتبني شكل التطبيق بتاعك. يعني بتعمل الزرار، بتعمل الالوان، بتعمل التكست، وهكذا. بتعمل شكل التطبيق بتاعك، الاسكرين بتاع التطبيق بتاعك.
او اللي اليوزر بيشوفه ده بيتعمل بفلاتر. طب دارت ده اللي بنسميه اللي هو خلف الكواليس، اللي بيحصل ورا الكود الفعلي اللي من خلاله اليوزر يقدر يبعت ايميل وباسورد ويسجل ايميله ويسجل ويجيب منتجاته ومش عارف ايه. ده من خلال لغة البرمجة ايه؟ دارت. تمام؟ ده ببساطة ايه هي دارت وايه هي فلاتر. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون هننزل فيه الاي دي بتاعنا علشان ان شاء الله نبدأ نكتب اول كود في دارت. واستناكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.